بكام كيلو كوسه من فضلك؟ ب4 ساغ. ب3.5 بس. انا سامع التسعيره النهارده الصبح في الراديو. طب تعالى يا فندم، عاوز قد ايه؟ اوزن لي 2 كيلو على مجد، بس اوعى تغش في الميزان. حاضر. يا معلم. نعم. عاوز جوز ارانب بس يكون شمرت من فضلك. من عينيا الاثنين. والنبي يا اخويا شوف لي دقيقة ولا بدارة. دي عتقيه وعليها بيضه. شايفين المكان ده؟ طبعا كلنا عارفينه، بس اللي ما نعرفوش واللي جاي اقول لكم عليه النهارده ان المكان ده فيه جوه كنز مستخبي، وكل البنات نفسها تعرف طريقه. وعلشان تروحي للكنز المستخبي المداري جوه لازم تروحي الاول المكان ده. قولوا لهم انا عايزه اروح المكان التاني اللي فوق، لان المكان ده فيه معظم الحاجات اللي موجوده اونلاين واللي موجوده في المولات باسعار غاليه جدا، هنجيبها من المكان ده بنص الثمن، بالاضافه كمان ان فيه عروض حلوه جدا جايه اقول لك عليها النهارده، وعشان كده لازم تستغليها وما تضيعيش الفرصه من ايدك. شايفين السلم ده؟ ركزوا كويس قوي، لان اخر السلم ده حاجه كلنا محتاجينها دلوقتي وكلنا بندور عليها، وطبعا باحسن سعر، لان ده المكان اللي بيبيع الجمله. انا فين يا جماعه؟ انا في العتبه، وتحديدا في مكان اسمه كوم الشيخ سلامه، والمكان ده هو اللي فيه منبع الشنط، سواء مدارس سواء سفر، فيه كل تشكيله الشنط، والمكان ده بيبيع جمله وقطاعي. طبعا زي ما انتم شايفين فيه كل تشكيله الشنط اللي ممكن تتخيلوها، ومتوسط الاسعار هناك بيبتدي من اول 150 جنيه. في ناس أول ما تسمع صوتهم تحس إنك دخلت بيت جدتك وبتشرب شاي من الكوباية الإزاز الرفيعة وريحة النعناع مالية المكان. رشا بنت بلد وبنت أصل، عارفة يعني إيه تسوق بضمير وتختار الحاجة الكويسة كأنها بتشتري لأهل بيتها. لما قررت تفتح الكاميرا وتتكلم ما كانتش بتمثل وما كانتش بتزين الحقيقة، بالعكس قالت اللي هجربه بنفسي هو اللي هقول عليه، وسمت نفسها ببساطة وبقلب واسع بنت الغفير، لأن الأصل مش لقب، الأصل في النية وفي الصدق وفي الناس اللي مش بتخاف تقول الحق حتى لو كانت الكاميرا شغالة. النهاردة معايا ست تستاهل كل تحية، مش بس علشان محتواها نظيف ولا لأنها بتتعب وتسأل وتقارن علشان توفر على غيرها، لكن لأنها نموذج للناس اللي بتكسب حب الناس قبل ما تكسب اللايكات. أهلا بيكم في حلقة خاصة جدا مع رشا بنت الغفير وصاحبة المحتوى اللي اسمه على مسمى جربوها مع بنت الغفير. مالكم انتوا مال الخضار؟ خليكم بالنبي احسن. خدت يخت القوطة بكام؟ عم اقول له يخت بقرشين مش راضي. حلوين ما تبيع، انت هتنهب ولا ايه؟ ليه نهبنا من ابوكي؟ القوطه ب4 ساغ الراس. مجنون ده. رطل الطماطم ب4 قروش. ما هي كل حاجه غاليه في مصر. غاليه كيف؟ هتقوليها انت. بكام رطل الطماطم؟ يا ناعم. بكام دي؟ اوعى ايدك يا مناس. ما حدش يمد ايده على الخضار اللي انا بات. الرطل ب4 ساغ يلزم خدمه. ليه يا خال؟ دي البلاد غطانها مليانه طماطم ملجحه، محدش لاقي يشتريها. شروه بنص قرش من عربيتك وزياده. النهارده بقى جايبه لكم مكان يا جماعه اكتشاف. شايفين المخزن اللي قدامكم والمكان ده؟ المكان ده فيه حاجات تحف وحاجات كده انتوا كتير بتدوروا عليها وبتلاقوها بمبالغ مهوله جدا في المولات وفي المحلات الكبيره. المخزن ده بقى بيجيب بواقي تصدير وبيجيب شغل الفنادق باسعار حلوه جدا، وحاجات زي ما انتم شايفين كده ما تتخيلوش انها بالقطعه يا جماعه، بورسلين بالقطعه وموديلات وهميه زي ما انتم شايفين كده. تعالوا بقى اقول لكم المكان ده فين. كام كيلو بقى؟ 65. احنا لسه جايبينه ب 75. ايه اللي غلاك كده؟ انا عارف ولا ايه ده؟ بربع جنيه هو راجل ماشي. خد. خلاص لا ده هاتها. اوزن 7 8 5